السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل مع بعض الكبدة سندوتشات. أول حاجة نقطع الكبدة بتاعتنا الشرايح كده زي الصوابع زي ما انت شايفة، وهتقطعي البصل وهتقطعي الفلفل وتعصري الليمون كده وتجهزي التوم. هتجهزي كل حاجة كده وتنزلي يلا في الطاسة، نقول بسم الله وننزل بالبصل ونديله تقليبة. وبعدين هنجيب الكبدة اللي احنا قطعناها وننزل على البصل، يا دوب البصل هياخد تشويحة بحيث ان كله يستوي مع بعض وياخد طعم من بعض. انا بحب انزل عليها على طول زي ما انت شايفة كده، وهتنزلي بالتوابل بتاعتنا: ملح وفلفل اسود وكزبرة ورشة كمون عشان الزفارة، وهتنزلي بمكعب مرق. وزي ما انت شايفة كده اول ما تاخد لون هتنزلي بالفلفل اللي احنا مقطعينه وتديها تقليبة. الصراحة الكبدة جوسي هنا زي ما انت شايفة كده. هتنزلي برضو بالثوم وتقليبة. وبعدين اول ما تحس ان هي اخد ريحة الثوم وبدأت تستوي، هتنزلي بالليمون وتطفي البوتاجاز على طول وتقلبي الليمون. لازم نطفي البوتاجاز عشان الليمون ما يأكسدش معاكي الكبدة. يا دوب هتاخد ريحة من كل حاجة، تشويحة سريعة. الكبدة مش بتاخد سوا، بتستوي بسرعة وبتبقى طرية وجوسي زي ما انت شايفة كده، ما تسيبهاش تنشف منك. ويلا احشي كده في السندوتشات وبألف هنا وشفا، وخلي الأطفال يساعدوك في فتح السندوتشات، مش هما اللي بيطلبوا كل شوية سندوتشات كبدة. يلا كده فرحيهم واعملهم الكبدة بتاعتنا. وكده حشيت السندوتشات وبألف هنا وشفا. عايزة تحشيها في عيش بلدي احشيها، عايزة تحشيها في فينو احشيها. ويلا اديني اشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة.